بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنعمل معاكم الفطير، نوع جديد ممكن ما تكونوش تعرفوه، هو اسمه المكرمش. المكرمش دوت فطير اصله صعيدي، تمام. بلاد الصعيد بتسلم عليكم سلام شحط محط. النوع دوت الله يرحمهم يا رب، الاتنين جدتي وامي هما اللي كانوا بيعملوه، وهو منتشر في الصعيد، يعني ستات الصعايدة يعرفوا النوع دوت. المكرمش دوت على فكرة نوع اقتصادي جدا، مش محتاج اي حاجة، يعني مش زي الفطير المشلتت بتاعنا اللي هو عايز سمن وكلام من ده. بالعكس، المكرمش دوت مجرد ان انت هتعجني العجينه العاديه خالص بتاعه الفطير المشلتت، اللي هي دقيق. يعني الصينيه ديت اهي معايا، انا اوريكم الكاميرا اهي، تمام اهي، هقرب منها. بصوا اهي الصينيه ديت ما شاء الله لا قوه الا بالله، العدد اللي فيها دوت انا عاملاه كيلو دقيق ماشي، وميه وشويه طبعا ذره ملح عشان السنه وكده، وحبه سكر، معلقتين سكر، قلبتهم كلهم مع بعض وبدات اعجن. وفي حاجه يا بنات اللي هي عصره نص الليمونه ديت. بالنسبه لطريقه العجن انا عملتها قبل كده في فيديو الفطير المشلتت، هبقى اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف يا بنات. عجنا، وبعد ما عجنت سبت العجينه تريح ساعه، وده برضك من اساسيات الفطير عامه، تمام. بتسيب العجينه بتاعتك تريح ساعه، وبعد كده بتقطعيها حتت صغيره، وبرضك هسيبها في الصينيه برضك تريح لها ايه زي نص ساعه كده ونبدا نسمي الله نعمل معاكم المكرمش. بصوا يا بنات، احنا الحاجات اللي هنستخدمها، بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله الاول. ادي دي النشابه، تمام. هنستخدم كميه من السكر، خلاص اهو. طبعا عندي زيت، ويكون الزيت طعمه حلو، ويكون من النوع النظيف، تمام. انا هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هفرد طبعا انا غاسله الرخامه بتاعتي كويس ومنشفاها، تمام. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم انزل بشويه زيت عشان افرد عليهم العجينه. ادهن الرخامه بتاعتي شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام كده. وهاخد العجينه ما شاء الله طالما ريحت خلاص تتفرد معايا بفضل الله عز وجل بسهوله. خلاص انا ما بكبرش يا بنات حته العجين بتاعتي عن الحجم دوت. يعني لما باجي اقطع بسم الله الرحمن الرحيم كده، لما باجي اقطع من العجين بتاعي ما بكبرش الحته كبيره قوي زي الفطير المشلتت، لا انا بعملها مش وسط، عشان خاطر انا مش هفردها قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل بقى الشبه. حاولي على قد ما تقدري ان انت تقللي، يعني تخلي السمك بتاع الفطيره بتاعتك لا هو زي ورقه السيجاره كده اما بنعملها في الفطير المشلتت، ولا هي سميكه، لا تخليها مثلا يعني زي 2 مللي كده اهي. هاجي كده اسمي الله، انا كده خلاص فردتها، هسمي الله كده ورش السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بكتر السكر فيها عشان خاطر طبعا لما اجي نوع الفطير ده يا بنات بيتقلي في الزيت، ماشي. وبحط نقطة زيت مع السكر اهي كده، وابدأ بقى اروح اعملها كده زي احاول افرد كده السكر، بس ما بجيبوش للاخر يا بنات. بصوا يعني، بصوا كده اهو، انا سايبه مساحه زي سنتي من كل الجناب، واروح جايه اروح ضغطه كده اهي كده 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 كده، وبروح باجي ايه اكرمشها، عشان كده مسمينها المكرمشه. خلاص اهي
بروح عاملاها كده، بروح ايه قافلاها، بحطها في صينيه جنبي واتاكد ان انا قفلتها كويس عشان خاطر السكر بتاعي ما يخرجش. هعمل معاكم واحده تاني، بس اغسل ايدي الاول بس من السكر. على قد ما تقدري تحاولي تعملي بالليل لولادك حاجات تكون مسكره، عشان احنا دلوقتي طبعا في فتره مذاكره. من الحاجات اللي انا عرفتها ان ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل ما اديتي لولادك سكريات كل ما بقى ذهنهم صافي اكتر. حط برضك شويه زيت، وده برضك بيساعدهم على المذاكره يعني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بسم الله. احاول افردها، هي ممكن على فكره تتفرد بالايد مش بالنشابه كمان. اهي بصوا يا بنات، اهي كده كده بوسع. لو حته مكلكعه انا ما بفردها بايدي. كده واسمي الله. هجيب معلقه عشان ما تلمس السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي حاول اوزع السكر. دي يا بنات بتبقى جميله جدا جدا كده، تنفع على فكره لفطار او العشاء بالليل مع كوبايه شاي بلبن، بتبقى تحفه. خلاص هنقفل كويس جدا اهو. خلاص وابدا بقى ايه، ابدا اكرمشها. اهي بكرمش فيها اهي كده كده اهي، واكنكشها اهي. ده بيبقى شكلها يا بنات. خلاص هكمل بقى بقيه الكميه بالمنظر دوت، وهوريكم ان شاء الله احنا بنسويها ازاي. بصوا يا حبايبي، دول انا كده عملت نص الكميه تمام، وقلت احمرهم معاكم وايه ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا بنات، في معلومه كنت عايزه اقول لكم عليها قبل ما نحمر الفطير. بالنسبه للزيت، انا لما باجي اشتغل ان كان اكل او فطاير او كده، ان انا اعجنها او ان انا يعني اشتغل مثلا اللي هو الفطير المشلتت، ان انا احط فيها مثلا زيت. لو انا مش هحط سمنه بلجأ ان انا احط الزيت اللي هو الشفاف اللي هو الخفيف قوي دوت. ده بيكون طعمه جميل وبيكون مريح قوي للمعده. لكن لما باجي اقلي تمام بدور على الزيت اللي الغامق شويه، بس برضك بتاكد ان هي تكون ماركه كويسه وفي نفس الوقت بيكون طعمها كويس. لكن الزيت الغامق دوت لما باجي احمر بيه ما بيطيرش على طول. لكن بالنسبه للزيت الخفيف ده بيطير على طول، ما بيقعدش على طول في الطاسه. بسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه بتاعتي اهي خلاص سخنت. بنزل بكميه زيت يعني كويسه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هسيب الزيت يسخن. هبدأ بقى كده اسمي الله. هجيب اول واحدة انا عملتها. اما بتسيب الفطير دوت شوية بعد ما بتحط له السكر، دي من ضمن الحاجات يا بنات لنجاح الفطير دوت. انت بتسيبيه شوية، يعني انا مثلا عملته معاكم سبته في حدود نص ساعة. خلاص ليه؟
عشان خاطر الزيت اللي انا حطيته جوه الفطيره نفسها يندمج مع السكر، فيسيح السكر معاه. تمام. بجوار طبعا السخونه ديت هتبص تلاقي ما شاء الله لا قوه الا بالله طعمها بقى تحفه. خلاص كده بنزل بالفطيره الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده اهي بدات تحمر. هقلبها. بصوا يا بنات اهي ما شاء الله شكلها جميل جدا وطعمها تحفه، وريحتها حتى وهي بتتقلي ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم جميله جدا. بتسيبيها براحتها على النار، ما بتحركهاش كتير. خلاص انا كده عايزه الدرجه دي، مش عايزه ازود. بصوا يا بنات شايفين من الناحيتين بقت عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص كده انا هطلع في الطبق عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكي حذرة يا حبيبتي وانت بتتعاملي مع الزيت. تمام اهو. هبدأ بقى في حاجة عايزة اقول لكم عليها، انا لسه ما كملتش الكمية كلها. شايفين لون الكرملة ده؟ انا كده هطفي. تمام. ولما الزيت يهدى خالص هبدأ احط الحطة التانية لغاية لما اخلص الكمية كلها، لان انا لو حطيت الفطاير بتاعتي وهو الزيت سخن بالمنظر ده هبص الاقي الكرمله ديت لزقت في الفطير وبقى شكلها مش ظريف. فانا بسيبه خالص لما بيهدى، وبعد كده هبدا انزل الفطاير ديت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده خلصت ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم كيلو الدقيق اللي انا عملته. كل الكميه اللي انا عملتها اهي بتاعت الفطير المكرمش تحفه وجميل جدا يا بنات. اهو من اول واحده بصوا شايفين بتبقى ما شاء الله العسل بتاعها بيبقى تحفه اساسا، بتلزق اهي وطعمها جميل جدا جدا جدا. وهي مسمينها المكرمشه عشان خاطر الكنكشه اللي فيها، وعشان خاطر القطمه اللي هي طعم السكر بيبان فيها. طعمها جميل جدا جدا جدا. بتتعشي بيها او بتفطري بيها مع لبن او مع شاي بلبن. لو انت عندك جوز هند رش عليها للتزيين، بس انا للاسف مش متاح دلوقتي. يا رب يكون الفطير عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله.